ازاي تحدد عميلك المستهدف؟ خطوة مهمة لازم تعملها وانت بتسوق المتجر. التسويق ما هو الا عملية تواصل ما بين البائع والمشتري. عن طريقها البائع بيوضح المنتج بتاعه وازاي هيحل المشكلة عند المشتري. طب تفتكر ازاي البائع يقدر يتواصل بشكل مظبوط من غير ما يكون دارس شخصية المشتري كويس جدا؟ عشان كده احنا جمعنا دي اهم النقط اللي لازم تعرفها عن عميلك عشان تقدر تسوق له المنتج بشكل صحيح. اول حاجة هي الخصائص الديموغرافية زي السن والنوع والتعليم والوظيفة ومستوى الدخل والحالة الاجتماعية. تاني حاجة هي الخصائص الجغرافية ودي بتشمل مكان المعيشة. تالت حاجة بقى هي الخصائص النفسية اللي بتشمل الاهتمامات والمشاكل والتحديات اللي بيواجهها. ورابع حاجة هي السلوك او فين بيقضي وقته على الانترنت وايه هي مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيستخدمها. كل المعلومات دي من غير ما تعرفها مستحيل انك تتمم عملية التسويق بشكل صحيح ومؤثر. تابعنا عشان تعرف اكتر عن تحليل السوق والمنافسين.